لحظة كتابة السكريبت ده عن استشهاد 20,000 في غزة، وقبل ما تقع في فخ الأرقام وتحسه رقم عادي والسلام، فخليني أقول لك إن يوسف أبو شعر كيرلي وحليوة ما كانش رقم. شعره كيرلي وأبيض لونه. الطفل اللي استشهد وأخوه طلب شعرة منه عشان تبقى ذكرى ما كانش رقم. شعره منه. الأم اللي ولادها استشهدوا كلهم ما كانوش مجرد ارقام. العروسه اللي استشهدت قبل فرحها بايام ما كانتش مجرد رقم. الام اللي ماتت هي والجنين في بطنها ما كانوش مجرد ارقام. طارق وريم روح الروح ما كانوش مجرد ارقام. كل الاطفال الصغيرين وكل العائلات اللي اتمحوا من الوجود ما كانوش مجرد ارقام. كانوا بشر عايشين في الدنيا ليهم ذكريات حلوه واحلام وطموحات واهداف. كان ليهم بيوت دافيه. في لحظه كل ده اتسلب منهم. في لحظه اتغير اللقب، بدل من المهندس الفلاني ولا الدكتور الفلاني اصبح الشهيد الفلاني. وما يحسش بالفقد غير اللي جربه. ومن صعوبه الفقد ان في عام عندنا في الاسلام اتسمى بعام الحزن، لما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمه وزوجته. والفقدان ما بيتعالجش بالنسيان زي ما بيتقال. النبي صلى الله عليه